يا صباح السعادة والهنا والسرور، جولة جديدة من قرية جديدة في مدينة جديدة ومحافظة جديدة من مدن ومحافظات مصر المختلفة. النهاردة جولتنا هتكون في قرية كريستيال بالعين السخنة بمحافظة السويس. هاخدكم في جولة في القرية ويا رب تعجبكم. القرية مساحتها صغيرة جدا لكنها نضيفة جدا ومرتبة جدا ومنظمة جدا. القرية تبع القوات المسلحة. إن شاء الله هقول لكم أي شيء أنتوا عايزين تعرفوه، وطبعا لو أي سؤال ممكن تسألهولي في التعليقات وبرد على طول على كل التعليقات. القرية هنا قلت مساحتها صغيرة، فيها غرف بتطل على البسين وعلى البحر مباشرة وغرف خلفية. طبعا الأسعار بتختلف على حسب الغرفة اللي بتتأجر. في حاجات تانية أو أوبشن تاني، القرية بتطبق نظام الدي يوز، يعني ممكن تعملوا رحلة للقرية، بتيجوا من أول النهار بتستمتعوا بكافة الإمكانيات اللي موجودة في القرية، وآخر النهار بترجعوا تاني. وطبعا متوفر لهم كافة الخدمات من الحمامات عشان يغيروا الملابس وتنزلوا البحر وتستمتعوا آخر اليوم، برضو تبدلوا الملابس بمنتهى السهولة. القرية فيها مجموعة من الخدمات المتاحة جميلة جدا. قدامنا هنا مسجد، وعندنا سوبر ماركت كبير فيه كافة شيء ممكن تحتاجوه، من أول العيش، المية، الأكل، أي حاجة. برضو القرية ما فيهاش مطاعم، او يعني ما فيش وجبات افطار وغدا وعشاء، لكن بتطبق نظام المنيو. لو انت عايز تاكل تتصل بيهم بيطلعوا لك المنيو، وبتختار المنيو اللي انت عايزه سواء فطار او غدا او عشاء، وبيطلع لك لغاية الأوضة. في برضو إمكانيات تانية في القرية. متوفر في القرية حفلات يومية، حفلات للأطفال، في تنورة، في حفلات استعراضية، فنون شعبية. ده بتبقى شغالة من بعد الساعة 3 كده علشان الديوز يستمتع بالحفلة قبل ما يغادر القرية. بالليل بتستمتع بالقرية لو انت مأجرة فيها غرفة. بالليل بقى القرية بتبقى موجود فيها النزلاء فقط، بتستمتعي بيها. بيبقى عندك البسين بنقعد، بيبقى فيها شاشة عرض جديد كبيرة بتعرض أحدث الأفلام دلوقتي اللي موجود في دور العرض. طبعا أولاد رزق الجزء الثالث وتعرضوا شفناه، ولو في ماتشات بتتعرض على الشاشة الكبيرة. وبتستمتعي برضو بالجلوس او ان انت تقعدي على البحر بالليل. في محلات تجيبي حلويات، ايس كريم، حاجات ساقعه، مشروبات سخنه، كافه الامكانيات اللي تحتاجيها بتلاقيها. وهنا هوريكم المطعم هنا اسماك وبيتزا، كل ده متوفر في القرية. بتطلبوا اللي انتوا عايزينه بتاخدوه، يا اما تاخدوه ديليفري معاكم وتروحوا تاكلوا، او تطلبوه في الغرفة ويوصلكوا لغاية الغرفة زي ما انتوا شايفين دلوقتي اهو. ادي اهو الاكل طالع، الطلب اهو بيوصل متغلف وكل حاجة لغاية النزيل في الغرفة والمكان بتاعه. أنا كده غطيت كل جوانب التواجد في القرية. يا رب أكون قدرت أوصل لكم كافة خدمات القرية وقد إيه القرية جميلة. واعذروني لو طولت عليكم، بس بجد القرية تستاهل إن احنا نعمل عنها الريفيو الكويس ده. في الآخر لو في أي سؤال اكتبولي في التعليقات. اهم حاجة طبعا عايزين تعرفوا الاسعار ان شاء الله هقولها لكم في التعليقات للي عايز يأجر هنا في القرية ويتواجد فيها. ويلا بينا ندخل نستعرض جمال القرية مع بعض.
ده مدخل القرية. طبعا عجباني المركب دي قوي. طب انا عايزه اجيب ادي هنا كده قرية كريستيان، ده الريسبشن. دلوقتي بقى هندخل للقرية، البسين والبحر. منطقة البسين تاني كده اهي. الأطفال ابتدوا ينزلوا اهو، يجهزوا عشان ينزلوا في البسين. وهنا دي المحلات اللي قلت عليها، فيها كافة شيء ممكن تحتاجوه انتوا على الشط. مشروبات سخنة، مشروبات ساقعة، ايس كريم، حلويات. طبعا هنا طبعا الدي جي بيشتغل طول النهار. كويس ان هو موقف دلوقتي عشان اعرف اصور. رايحين كده على الشط، من اجمل الشواطئ بجد اللي انا تواجدت فيها. المية جميلة جدا وصافية ونظيفة ودافية جدا ومش عميقة. العوم فيها بمنتهى السهولة، امان للاطفال. عندنا هنا الكراسي البيضاء دي متوفرة لنزلاء القرية. وهنا الكراسي الزرقاء للديوز بيتواجدوا فيها، يقعدوا براحتهم. وعندهم هنا الحمامات علشان تبديل الملابس بمنتهى السهولة. هنا منطقة الكيدز اريا متواجد فيها المراجيح والزحاليق وكل شيء يبسط الأطفال. هنا طبعا الشط مليان بالديوز وبالنزلاء في القرية بتاعتنا والقرى المجاورة. طبعا اكتر ناس بيستمتعوا بالمية وبالبحر وبالشط هم الاطفال. طبعا للامان موجودين بالسفارة اللي هم الموجودين هنا في القرية. طبعا اي حد بعيد عن الشط او اي شيء ممكن يضر اي واحد، على طول السفارة بتشتغل وبينبهوهم ان هم ما يبعدوش عن الشط.